بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. اتمنى لحضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات. فيديو بعنوان لك الله يا زمالك، بمعنى الكلمة والله فعلا نادي الزمالك يعني كان الله في العون. يعني كل شوية مسؤول من نادي الزمالك يطلع يتكلم ويقول علينا كذا علينا كذا. طب ما تحلوا يا جماعة. طيب جماعة، بعد احترامي لحضراتكم جميعا، انتوا لازمتكم ايه؟ طيب معلش، يعني انا اسف، بعد احترامي للجميع، انا بأكن التقدير والاحترام للجميع، ولكن انتوا فين دوركم؟ طيب كأعضاء مجلس إدارة يعني رئيس مجلس الإدارة، كابتن حسين لبيب ولا الأستاذ حسين لبيب، فين حضرتك؟ فين حضرتك الوعود اللي اديتها لجماهير نادي الزمالك بان انت لو مسكت المركب وفيها خرمة هتكمل الطريق وهتمشي؟ فين طيب؟ فين؟ ومسؤول اخر، مش عايز اذكر حد بعينه يعني، ومسؤول اخر طلع يتكلم وقال لك احنا مش عارف نادي الزمالك عليه كام مليار. طب فين يا جماعة؟ طيب انتوا وجودكم في مجلس ادارة الزمالك بتعملوا ايه طيب؟ ومسؤول اخر برضه بيشبه وبيقول لك نادي الزمالك، كنا ماسكين نادي الزمالك كان بيمرض، دلوقتي الزمالك بيمرض وبيموت. انتوا مستنين يعني، مش عايزين الجماهير تصوت ولا تلطم ولا تعمل ايه؟ مش فاهم يعني. انتوا مستنيين ان الجماهير تعمل ايه يعني بالكلام اللي انتوا بتطلعوا تقولوه ده؟ ما هو مش هينفع يا جماعة لو انتوا مش قد المسؤولية ومش قدها ومش هتقدروا تخرجوا نادي الزمالك من الكبوة دي ومن المصيبة اللي هو فيها دي. سيبوها. يعني قدموا استقالة، المجلس بالكامل بقى يقدم استقالة، ونتيجي ناس غيركم بقى تتصرف بقى في المشكلة دي، وشوفوا هيخرجوا نادي الزمالك ازاي من الكبوة اللي هو فيها دي. انما انتوا استمراركم، بعد احترامي ليكم برضو، استمراركم يعني انا وجهة نظري مش شايف له اي استفادة ولا شايف اي جديد. مفيش اي حاجة بتتقدم على ارض الواقع. طيب تدي باصص امل لجماهير نادي الزمالك ان انتوا بتحلوا، او انتوا بتحاولوا يعني ان انتوا تخرجوا نادي الزمالك من الديون ومن المشاكل اللي عليه دي. فين؟ ما فيش اي حاجة، اعتقد ما فيش اي حاجة. وفين المحبين وفين العاشقين وفين الداعمين لنادي الزمالك؟ انتوا فين يا جماعة؟ انتوا فين؟ ما احنا مش عايزين نادي الزمالك يوصل يعني مع احترامي يعني يوصل لنادي الاسماعيلي ولا يوصل للترسانة ولا يوصل للأندية دي. انقذوا نادي الزمالك، المحبين والعاشقين والداعمين، انقذوا نادي الزمالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.